يقال أن أحد الآباء كان يقرأ الجريدة، ولكن ابنه الصغير لم يكف عن مضايقته، وحين تعب الأب من ابنه قام بقطع ورقة في الصحيفة كانت تحتوي على خريطة العالم، ومزقها إلى قطع صغيرة وقدمها لابنه وطلب منه إعادة تجميع الخريطة، ثم عاد لقراءة صحيفته ظانا أن الطفل سيبقى مشغولا بقية اليوم، إلا أنه لم تمر 15 دقيقة حتى عاد الابن إليه وقد أعاد ترتيب الخريطة. فتساءل الأب مذهولا: هل كانت أمك تعلمك الجغرافيا؟ رد الطفل قائلا: لا، لكن كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعيد ترتيب خريطة العالم. ربط استيقافنا كانت عبارة عفوية ولكنها ذات معنى عميق، لهذا نقول: أعيد بناء الإنسان فقد ضاع، وانشغلت ببناء المجسرات والشوارع. فالإنسان اليوم معدم، مشتت، ضائع، ميت عموديا، تم تجهيله وغاب انتماؤه وضاع مستقبله ومستقبل أولاده. أعيدوا بناء الإنسان، فالإنسان هو القيمة وهو الثروة. مع السلامة.